اول ما اتخرجت قررت ان انا خلاص هشتغل واعمل فلوس وهعمل محتوى على جنب. قلت لنفسي ساعتها يمكن لما استقر ويبقى معايا فلوس اقدر استمر في المحتوى وبعدها اجيب ناس تساعدني وابقى اعمل ده. بس اللي بيحصل ان مفيش حاجه اتغيرت. معلش انا عارفه ان انا بقيت بقول لكم الكلمه دي كتير الفتره الاخيره. انا كنت بشتغل في كتابه المحتوى وكانت انتاجيتي مرتبطه بمزاجي جدا. لو كان مزاجي كويس كنت بشتغل ولو لا الدنيا كانت بتقف. والمشكله مش في الشغل بس، انا حتى مش عارفه اعمل محتوى لنفسي اصلا. فبدا يجي في دماغي سؤال غريب شويه، بقيت بسال نفسي يا ترى هو في ايه؟ هو انا ليه من زمان حاسه ان في حاجه غلط فيا؟ ولا يمكن انا لسه محتاجه اتعلم اكتر واظبط نومي واكلي وصحه جسمي؟ ممكن حتى اعمل تحاليل، يعني ممكن يبقى عندي مشكله صحيه مثلا. وبين كل الاحتمالات دي كان في احتمال ما اقدرش اتجاهله: الموبايل. اشعارات، ريلز، اخبار الناس، يمكن ده بيستنزف تركيزي. بس المفاجأة ان العلم بيقول حاجة اغرب من كده. المشكلة مش انك بتستخدم الموبايل، المشكلة احيانا في ان هو موجود بس. في ظاهرة اسمها برين درين أو استنزاف الدماغ، وإزاي ممكن إشعار واحد يسرق من تركيزك 40 ثانية حتى لو رديت عليه في ثانيتين. وإزاي فكرة إن إحنا بنعرف نعمل كذا حاجة في نفس الوقت ممكن تكون من أكبر الأكاذيب اللي صدقناها عن نفسنا. في دراسة سنة 2017 الباحث أدريان وارد كان بيسأل سؤال بسيط: هل ممكن وجود الموبايل جنبك يستنزف تركيزك؟ قسم الناس 3 مجموعات: مجموعة الموبايل قدامهم، ومجموعة الموبايل في جيبهم، ومجموعة الموبايل بعيد عنهم خالص وفي أوضة تانية. وبعد كده خلاهم يحلوا اختبارات تركيز وذاكرة، والنتيجة كانت إن أحسن أداء كان للناس اللي بعدوا عن الموبايل خالص. حتى الناس اللي موبايلهم كان مقفول كان أدائهم أسوأ من الناس اللي مش شايفينه قدامهم أصلا. ليه؟ علشان عقلك بيفضل طول الوقت يقاوم. حتى لو انت مش واخد بالك في صوت صغير جوه شغال بيقولك كمل اللي في ايدك، ما تفتحش. في ناس كتير بتقول انا بعرف اعمل كذا حاجة في نفس الوقت، بس الحقيقة ان مفيش حاجة اسمها كده اصلا. العقل البشري ما بيعرفش يعمل حاجتين مع بعض، بس هو بينقل ما بينهم بسرعة، بيروح ويرجع يروح ويرجع، وكل مرة بيبقى فيه تكلفة، بطء في الاداء واخطاء اكتر وتشتيت. تخيل معايا كده انت مركز في شغلك وفجأة الموبايل نور، بصيت رديت بسرعة وقفلت، ويمكن الموضوع كله خد 5 ثواني، بس مخنا بقى محتاج 40 ثانية علشان يرجع لنفس مستوى التركيز. واسم الظاهرة دي resumption lag، يعني اللي بيضيع مش الوقت بس اللي بتبص فيه على الإشعار، انت كمان بيضيع معاك وقت عشان ترجع لنفسك. خلينا نفترض ان الموبايل قطعك 10 مرات في ساعة، فانت كده تقريبا خسرت حوالي 7 دقايق من التفكير العميق. وده مش بسبب الاستخدام بس، ده الوقت اللي انت اخدته عشان ترجع فيه لنفسك. والموضوع مش فينا على قد ما التطبيقات نفسها مصممة بالطريقة دي. كل اشعار هو محاولة عشان تقولك بص هنا بص هنا بص هنا. الفايبريشن، نور الشاشة، وصوت الجرس كلهم متصممين لنفس الغرض، ان هم يجذبوا انتباهك، لان الانتباه هو اغلى مورد عندك. الخبر الحلو ان الحل مش معقد، بس محتاج نبقى صراحة مع نفسنا. الحل الاول واقوى حل هو ان احنا نحط الموبايل بعيد عننا، مش جنبنا، مش على المكتب، مش مقلوب على وشه، مش سايلنت، يفضل يكون في اوضه تانية. وده لان دماغنا لما تبقى مش شايفه الموبايل هتبطل تصرف طاقه عليه. تاني حل: نقفل الاشعارات بتاعه التطبيقات اللي ملهاش لازمه. مش لازم كل ابلكيشن في حياتك يبقى ليه الحق ان هو يقطعك. تالت حل: ما تبصش على الموبايل في نص التاسك بتاعتك، خلص اللي انت بتعمله الاول وبعد كده ابقى بص عليه. الدراسه لقت ان الطريقه دي بتقلل التوتر وبتزود الانتاجيه، لان دماغك ما بتقطعش في نص الفكره. المشكله مش بس في ان احنا بقينا بنستخدم الموبايل كتير على قد ما هو بقى معانا طول الوقت. فيعني جربوا النهارده ولو ساعه واحده بس، تجربوا تشتغلوا والموبايل في اوضه تانية بعيد عنكم خالص. لو بعد كل ده حسيت ان لسه في حاجه غلط، وحسيت انه برضو انت ما بتتغيرش وما بتنتجش، يمكن المشكلة مش في الموبايل بس، ويمكن في ناس مشكلتها مش في الموبايل اصلا. وده اللي انا هتكلم عنه في الحلقة اللي جاية.